السلام عليكم واهلا بيكم في بس ثالث. لا احنا كده نتحسد يا جماعه. بقالي يومين بطلع بس مباشر ورا بعض. لا 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 كده نتحسد. يعني ما شاء الله ما شاء الله. والله يا ربنا يبارك يعني وايه. ونستمر نعمل كل فتره كده بس 3 ورا بعض في الاسبوع. يعني يا مسهل يا رب. خلينا نعنش كده مع بعض ونعيش مع بعض احلى متعه واحلى حياه. ونتعرف على نفسنا ونتعرف على الحياة أكتر وأكتر وأكتر. إننا نفهم طريقة تفكيرنا، نفهم مشاعرنا، نفهم سلوكياتنا إزاي نتعامل معاها. ويمكن ده أساس من أسس التنمية البشرية. أو خلينا نقول تعريف من تعريفات التنمية البشرية اللي أنا عرفتها من خبرتي ومن دراستي في المجال ده أكتر من 10-15 سنة تقريبا. فبدات ان انا اتعلم كتير، فعملت مصطلح بسيط جدا في التنميه الذاتيه او تنميه مهارات الذات، اللي منها انك بتتعرف على نفسك، بتتعرف على افكارك، على مشاعرك، على سلوكياتك، بتبتدي تنتبه ليها، وبعد كده تتعرف ازاي تتعامل مع نفسك. يعني للاسف الشديد للاسف الشديد احنا عندنا كميه كوارث. والله بجد يا جماعه، كمية كوارث غير عادية في تعاملاتنا مع نفسنا وتعاملاتنا مع الحياة. احنا عندنا مشاكلنا كتير. مشكلة كبيرة جدا في تعاملاتنا مع الحياة بشكل مرعب. ليه؟ اصل احنا ما اتعلمناش. مفيش حد علمنا ازاي نتعامل مع الحياة. ما فيش حد علمنا ازاي نرتقي بنفسنا وازاي ارتقي بحياتي وان انا اتعرف على نفسي. تربيتنا اغلب تربيتنا هي تربية غلط. تربية اما بتطلع شخص سادي نرجسي، او مهزوخي ضعيف الشخصية مضطرب نفسيا. ففي كلا الحالتين احنا اغلبنا اتربينا قدرا، زي ما تيجي على رأي الدكتور ابراهيم الفقي عليه رحمة الله بيقول لك ايه، احنا اتربينا صدفة. ففعلا اغلبنا كده، اغلبنا ما كانش كلنا كده. اتربينا قدرا، يعني ربنا رزقنا بكده اللي احنا ماشيينها زي ما تيجي بسبب جهل الاهل في تربيتهم لينا. وجهل، يعني تربيه الاهل دي كارثه لوحدها، وتعامل الاهل كارثه لوحدها، اللي هي بتسبب صراعات، صراع الابناء والاباء، اللي بتخلي الابناء يكرهوا ابائهم، والاباء اللي بتكره ولادها، والصراعات الداخليه داخل الاسره وداخل البيت، حتى اللي بتنقل الصراعات دي للصراعات الذاتيه، الانسان اللي بيتصارع مع نفسه، اللي بتوصل لدرجه من درجات اللي احنا بقى بنتكلم عليها، درجات التدمير الذاتي، اللي انت زي ما قلت في عنوان الفيديو بتاع امبارح، ازاي تدمر نفسك او ازاي تموت وانت حي. هو ممكن نسميها المصطلح بدل المصطلح الطويل بتاع امبارح ده ممكن اسميها التدمير الذاتي. ازاي انت بتدمر نفسك، ازاي انك بتعيش حياة لاغي فيها نفسك، لاغي فيها مشاعرك، لاغي فيها حياتك. انت مجرد زي ما قلت في اخر نقطة اتكلمنا فيها، قلت لك مجرد عروسة بيتحكم فيها الآخرين. غالبا أغلبنا بيبقى مجرد عروسة، عروسة للعادات والتقاليد بتتحكم فيه، عروسة للأهل بيتحكموا فيه، عروسة للناس وكلام الناس ورضا الناس والكلام ده كله يتحكم فينا. ودي من ضمن المشاكل الأساسية اللي دمرت حياتنا. اللي بيدمر حياتنا يا جماعة كتير، التدمير الذاتي كتير جدا. يعني انا قلت لكم زي ما قلت امبارح، انا كنت واصل امبارح ل 27 نقطه او 27 خطوه للتدمير الذاتي، او انك تقتل نفسك وانت حي. ممكن اوصلهم النهارده ل 30 او 35 كمان، لان الموضوع كبير، الموضوع مرعب. موضوع مرعب لانك انت مش عارف تتعامل مع نفسك ازاي، مش عارف تتعامل مع الحياه اللي حواليك ازاي، شايف الدنيا بنظره ايه. دي مشكله، دي مشكله. ويمكن من اغلب المشاكل اللي بتقابلنا فيها جهلنا، جهلنا بمشاعرنا، جهلنا بالحياه. يعني لسه منزل قبل ما اطلع الفيديو ده، لسه منزل بصوا يا جماعه ايه المواضيع اللي انتوا حابين اللي انا اتكلم فيها. فلقيت 3 من الاصدقاء. اول واحده كانت اعتقد الاستاذه كانت هبه،
كان بتقول لي عن التعلق، ازاي اتعامل مع التعلق. ما هو دي مشكله من ضمن المشاكل اللي بتدمر لنا نفسنا، اللي احنا عايشين في فراغ عاطفي، فراغ حياتي. التعلق بيجي من ايه؟ نتيجه الفراغات. بصوا يا جماعه، التعلق شيء طبيعي، بس لما الشيء ده يزيد عن الحد، يزيد عن حده، لا هنا هقول ستوب. لما الاقي نفسي ان هو اللي بيتحكم فيا مش انا اللي بتحكم فيه، انا بقيت تحت سلطته فهو اللي يتحكم فيا، لا كده انا التعلق ده بقى بالنسبه لي مشكله. التعلق ده بقى بالنسبه لي لازم اتخلص منه، لازم اتخلص منه. خطوات اتخلص منه ازاي؟ التعلق ده اول حاجه لازم املى الفراغات بتاعتي، ودي اول نقطه، اهتمامي بنفسي وملء فراغاتي الاساسيه بتاعتي، فراغ الذاتي الجوايا. بمعنى ايه؟ خليني امسكها لاني لسه كنت بتكلم في الموضوع ده، كنت برد على احد الناس في تعليق. احنا عندنا لا في بوست على الخاص كنت بتكلم معاها في الموضوع ده، جت تشتكي لي بتقول لي انا عندي مشكله كذا 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 كذا. فكنت قلت لها كده بالظبط، قلت لها احنا عندنا مشكله كبيره، مشكله الفراغات. احنا عندنا كم فراغ يا جماعه؟ 1 فراغ عاطفي، 2 فراغ وقتي، 3 فراغ فكري، 4 فراغ ثقافي، 5 فراغ حياتي، 6 فراغ روحي، 7 فراغ اجتماعي. انت عندك 7 فراغات. انت عندك 7 فراغات. لما تبتدي تملى في كل فراغ منهم، على الاقل قوي انك تملى اللي جواك انت من مشاعر واحاسيس، وانك تبتدي تحط اهتمامك بنفسك وتقديرك لنفسك واحترامك لنفسك، وتبتدي تفهم نفسك، تفهم مشاعرك وتتقبل المشاعر دي وتبتدي تملاها. تبتدي تملاها بايه؟ تملاها بكل شيء مفيد. اصل خلي بالكم من حاجه، بصوا يا جماعه، انا همسك معايا الازازه دي، ماشي؟ الازازه دي فاضيه. التعلق او الفراغ بيجي منين؟ الازازه الفاضيه. كل ما الازازه تكون فاضيه مليانه هواء، الازازه مليانه هواء. التعلق بيجي منين؟ من هنا، عشان مفيش حاجه مكانها، مفيش حاجه بتملى الازازه، فطبيعي في حاجه شغلها فيها. طيب لو اللي انا شلت الحاجه دي، ما في فراغ، هبتدي اميل للشيء اللي انا اللي كان موجود جواه، سواء سواء حيوان، سواء اشياء، ممكن توصل كمان مش حيوانات بس او اشياء بس، ممكن عروسه، ممكن العاب، ممكن اي حاجه بتحس بيها بتعلق، لان في هنا ايه؟ فراغ. لما هشيل الحاجه دي واملى الفراغ اللي هنا، خلاص انتهت، التعلق بدا يزول مني. لازم افهم الجزئيه دي كويس قوي في تعاملاتي مع التعلق. كل واحد فينا فيه، احنا بنتعلق، بس تعلقك لازم يكون له حدود، وانت اللي لازم تفرمل مشاعرك، مش اي حاجه تيجي كده تستسلم ليها وخلاص. منشده ازهريه، ربنا يوفقك ويحفظها ويجعلها في ميزان حسناتك يا رب. ربنا يجزيك كل خير ويديك الصحه والعافيه ويبارك في عمرك يا رب. فده التعامل مع التعلق، انك تملى الفراغات بتاعتك وتهتم بنفسك وتوسع علاقاتك الاجتماعيه وتبتدي تمارس هواياتك ونشاطاتك. الكلام ده كله هيساعدك في التخلص من التعلق مع الوقت. وممكن تستعين بدكتور نفسي او معالج نفسي هيبتدي يساعدك اكتر في الموضوع ده. تاني نقطه، ازاي اتحكم في العصبيه بتاعتي؟ احد الاصدقاء برضو بيسالني ازاي اتحكم في العصبيه بتاعتي. بصوا يا جماعه، برضو نفس الشيء، اغلب العصبيه بتيجي نتيجه ايه؟ ان باخد كل حاجه على مشاعري، اخد كل حاجه على مشاعري. فانا اللي بيحصل ان انا بستصر، بغضب، وانت بتعمل ايه وانت مش عارف ايه، ببتدي مشاعري تصار. طيب النصيحه فيها نصيحه النبي، لما اعرابي راح للنبي قال له يا رسول الله اوصني قال لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب، قال واذا غضبت قال ان كنت قائما فاجلس وان كنت جالسا فقم والافضل ان تتوضا. هي دي الفكره، غير تعبيرات جسمك. والاولى بيك وانت بتعمل الحركات دي، الافضل ليك ايه؟ ما تاخدش كل حاجه على مشاعرك، ما تاخدش كل حاجه بشخصنه.
يا عم الحاج اتخيلوا انتوا كده معايا ان واحد تعبان فجاي بيتعصب عليك، فانت كمان انت ازاي تتعصب عليا وتروح جاي متعصب عليه. ولادك يعني اغلبنا بيتعصب على ولاده. طب ماشي، طب ما ولادي مش فاهمين، طب عنده، ما هو طبيعي انهم مسكوا نقطه ضعفك اللي هتخليك انك تتعصب. طب ليه اخليهم يمسكوا نقطه ضعفي؟ ابتدي اتحكم في مشاعري وبهدوء وكل حاجه بالحكمه وبسياسه الثواب والعقاب. كل ما ابتدي اتعامل باسلوب صح مع الناس ومع الحياه واحط قواعد وما اسمعش لاي حد يخترق الحواجز الداخليه اللي يخليه يخش جوايا وهو اللي يبتدي يلعب بيا. وهرجع برضو لنقطه ما تكونش عروسه بيتلاعب بيها. تاني، ما تكونش عروسه بيتلعب بيها، زي ما قلت قبل كده في البث المباشر اللي فات. قلت لكم ايه في اخر نقطه؟ ما في ناس بتبقى بتحول لعروسه الناس واللي حواليها بيلعبوا بيها. هو ده انا مش عايزك تلعب بيها، مش عايزك تكون لعبه في ايد الناس. فانت لازم تحط لنفسك اسس للتعامل ده. عشان اخش النقطه بعد كده، نقطه مهمه جدا 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 قالها لي استاذي العزيز استاذ ايمن. طبعا ده جاري معايا هنا من الشارع، معرفه سنين. استاذ ايمن بيقول لي نقطه مهمه جدا 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 لازم نقف عندها، وهي نقطه القدوه. سؤال عايز اساله لكل واحد فيكم: من هو قدوتك؟ مين هو قدوتك؟ ها، مين قدوتكم؟ يا كل اللي بتتفرج على الفيديو بتاعي او بتتفرج على البث، مين هو قدوتك؟ فكر كده، قدوتي مين؟ بص، ما تشتغلش نفسك وتضحك على نفسك وتقول لي قدوتي النبي محمد وهو سيد الخلق. ما تضحكش على نفسك. هقول لك ليه؟ لانك غالبا لو النبي قدوتك كنت تبعت سنه النبي، كنت عرفت ان النبي بيعمل ايه كان بيها، كنت تعمل زيه. زي مين؟ زي عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس وصل ان هو احد الصحابه شافه ماشي في مكان بالخيل بتاعته، ماشي في مكان عمال يلف 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 ويمشي ويلف ويمشي. فاحد الصحابه ساله: انت بتعمل ايه يا ابن عباس؟ قال له: بمشي في المكان ده زي ما النبي مشي، عسى ان الخيل بتاعتي تطأ مكان خيل النبي فاكون مشيت على خضى النبي. شفت من الدقه في السير؟ لو انت عندك قدوتك النبي كنت هتمشي عليه، كنت هتمشي على نفس القدوه دي. فما تشتغلش نفسك وتضحك على نفسك كل قدوه النبي، لانك لو مشيت هتمشي على الطريق. احنا فاهمين القدوه غلط. ما هو للاسف اغلبنا ماشي بقدوه ايه؟ ماشي بكارثه. قدوتنا دلوقتي بقى مغني، ممثل، ممثله، مغنيه، وتلاقي بقى بلاعه. انا مسميها بلاعه التيك توك شغاله، بلاعات التيك توك شغاله، وبلاعات السوشيال ميديا شغاله. السوشيال ميديا بصفه عامه، من فيس لتويتر للانستجرام مش عارف ايه البرامج الكائنات اللي انا عمري ما عندي. على فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم والله بجد، ودي انا بعاني فيها من ناس كتير. انا ما عنديش ولا واتس ولا انستجرام ولا عندي تويتر ولا عندي اي حاجه. هو الفيس بس اللي عندي، هو اللي عندي على الموبايل بس، هو الماسنجر. ما عنديش برامج تانية ولا عندي حسابات تانية ولا اي حاجه. هو عندي الحسابين بتوع الفيس اللي انا بشتغل بيهم، ولا اعرف اي حاجه ولا اعرف استخدم البرامج التانية ومش عايزها، شايفها تضييع للوقت، ملهاش اي 30 لازمه. انا دي في حياتي الشخصيه انا كده. في ناس ممكن يكون تقدر تستخدمها في التعليم في الخير زي التليجرام والكلام ده كله، عندهم حق. لكن انا شايف ده لا، انا مش شايف الواتس مهم بالنسبه لي في حاجه، ما بستخدمهوش اصلا، فمش موجود عندي على الموبايل. من الاخر، ولا عندي تويتر ولا عندي الكلام ده. هو الفيس والماسنجر بس اللي عندي على الموبايل، وما عنديش باقه نت اصلا. انا عندي شغلي كله على الكمبيوتر. فالفكره فين؟ هنا انا بحط نقطة تانية مهمة جدا جدا جدا، الا وهي انك بتعرف احتياجاتك ايه واولوياتك ايه وتبتدي تشتغل
عليها، لانها نقطة مهمة جدا. وانت بتصنع القدوة او وانت بتبحث عن القدوة بتاعتك، وانت بتبحث عن القدوة، انت بتدور في قدوتك مين الاولى. يعني مثلا مين الانسب ليا كقدوة؟ فلان الفلاني ولا فلان الفلاني ولا فلانية الفلانية ولا مين؟ ولازم يكون لك قدوة في الحياة، لازم يكون لك قدوة في الحياة، منهج بتمشي عليه. لازم يكون لك قدوة. قدوتك القدوة العامة الكبيرة النبي محمد، ولكن معاها ليك قدوة في مجال تخصصك. انت تاخد القدوة الكبيرة، النبي في منهج حياتي انا همشي بيه في كل حاجه في جوانب حياتي، اشوف النبي عامل ايه وابتدي اسعى معاه. طيب في مجال تخصصي انا واحد مهندس، اشوف في مجال الهندسه، مجال الميكانيكا، مجال الصيدله، مجال الطب، جميع المجالات ابتدي ادور على القدوه فيها وابتدي اسعى وراه، اشوف هو عمل ايه وابتدي اسعى معاه، وابتدي احط الاولويات بتاعتي ليها. دي نقطه. وانا المن الشق الثاني وجود الاهداف. اغلبنا ما عندوش اهداف في حياته. اغلبنا للاسف الشديد هالك نفسه، بيدمر نفسه. ما هو ده من ضمن التدمير الذاتي بقى ايه؟ اللي هو ما عندوش اهداف، اللي انا قلت عليها في الفراغات في التعلق، الفراغ الحياتي. ما عندكش اهداف. النتيجه، انا بسال شباب وبنات كتير ايه هي انجازاتك؟ مفيش. مفيش. طب بتعمل ايه في حياتك؟ ما بعملش. ايوه، يعني انت عايش ليه؟ انت عايشه ليه؟ مفيش. فالنتيجة، النتيجة انك بتدمر نفسك، بتهلك نفسك. انت عايش في عشوائية، مش شوية يمين شوية شمال، هخش هنا شوية هخش هنا شوية، وانت ما عندكش وعي، وانت ما عندكش وعي، وانت ما عندكش علم، وانت ما عندكش الطريق اللي انت تمشي فيه. هتمشي زي ما احنا بنقول عندنا في مصر ايه؟ معاهم عليهم. ليه؟ لانك ما عندكش الطريق، بالنسبة لك مش واضح. النبي لما قال وطنوا انفسكم، لازم توطن نفسك. ما تبقاش ايه، امعه يمين شمال شمال، مجرد ماشي مع الناس. اقول كما يقول الناس، افعل كما يفعل الناس. لكن ليك منهجك، ليك رؤيتك، ليك نظرتك، ليك فكرك، ليك اسلوبك، ليك طريقتك، ليك الحياه اللي انت بتمشي بيها. ده لو احنا مشينا بيه صح حياتنا هتختلف تماما. لكن للاسف اغلبنا ما بنمشيش بالطريقه دي. اغلبنا ماشي بعشوائيه شديده جدا. اول ما بيصحى من النوم ماشي زي ما تيجي. يا ابني طب ايه هي اهدافك؟ طب انت صاحي من النوم ليه؟ يا ريت ما كنت صحيت يا عم. يا عم يا ريتني كنت مت. في ناس بس سمعتها بتقول كده. يا ريتني كنت مت في وقت من الاوقات. انا كنت كده. يا ريتني انام ما اقوم. سبب العشوائيه، مفيش اهداف، ضغوطات عليك من كل جانب، وانت ما بتعملش حاجه، مجرد مستسلم. زي ما تيجي. زي مركب في وسط البحر، موجه تجيبها يمين، موجه تجيبها شمال، موجه تطلعها لقدام، موجه ترجعها ورا، لحد ما هتيجي موجه جديده تروح جايه مكسرها ومغرقاك، او هتوصلك انك هتوصلك احد صخور جزيره من الجزر، او شاطئ من الشواطئ، الصخر بتاعه، تلاقي نفسك اتكسرت، انتهت بالنسبه لك الحياه. فلازم افهم ده كويس قوي. لازم احط لنفسي فكره ان انا لازم يكون عندي اهداف في الحياه، طموحات بسعى ليها، وقت انا بشتغل فيه على نفسي. لازم يكون عندك اهداف يا جماعه. في مشكله عندنا كبيره في النقطه دي، مفيش اهداف. دي معاناه، ودي قصه تانية، دي دبلومه دي لوحدها. فلازم افهم ده كويس قوي قوي قوي. طيب، ايه تاني؟ نقطة تانية كمان بعد الأهداف في التدمير الذاتي، استسلامنا للخوف. الخوف من إيه؟ الخوف من أي حاجة وكل حاجة. اللي أنت عايش في وهم إيه؟ يعني أحد الأصدقاء كانت منزلة بوست بتقولي يا جماعة ده أنا وأنا كبيرة أنا بخلصها كلية أهو، بقوم بالليل أقوم أشرب وارجع جري للأوضة بتاعتي خايفة من العفريت. وهم. عايشين في فكرة الوهم.
وهم الخوف، وهم كل حاجه. الخوف لما بيخش في حياتك بدون مبرر، بدون معنى، بدون شيء موضح، طب انت خايف من ايه؟ مفيش تبرير، مفيش حاجه انت بتخاف منها. انت حضرتك كده انت بتدمر نفسك، بتستسلم ليه. خايف من فوبيا بقى، تبتدي تشتغل في عمليه، تخش بقى عمليه الفوبيا، فخايف من الناس، خايف من اللي تقول لي كذا، خايف من الاكل. في ناس بتخاف من الاكل، تخاف من الشرب، تخاف من النوم، تخاف. فوبيا، انت بتسلم عقلك وبتسلم مشاعرك للخوف. طب المفروض اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، لازم نتقبل اننا بشر. لازم نتقبل اننا بشر. طب احنا كبشر المفروض نعمل ايه؟ انك لما تعرف انك بشري، انك ببساطه يا حبيب قلبي انك بتخاف. طبيعي شعور الخوف معاك، شعور الحزن معاك، شعور القلق معاك. ايه ده؟ خوف وحزن وقلق؟ اه يا حبيبي، دي مشاعر طبيعيه جدا، مشاعر طبيعيه جدا، بس ايه؟ في الاطار الطبيعي ليها. انت خايف من الامتحانات، ما ده خوف. انت خايف احسن تفشل، خوف. بس الخوف ده ما يمنعش او ما يمنعكش من انك تعيش حياتك. لو منعك انك تعيش حياتك، لا، الخوف هنا طلع من دايرة الخوف الطبيعية اللي ربنا خلقها فيك. الخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه فيك. شوف، اللي ربنا خلق فينا الخوف عشان يحمينا، والا لو ما فيش حد بيخاف كنا زماننا متنا، ما فيش حياة على الارض. لازم يكون في خوف، يعني مشاعر الخوف والطمأنينة. من الكتب اللي عجبتني ريكارد الفيلسوف، واللي داخل في علم النفس، ليه كتب في علم النفس. الكتاب ده انا بقراه، المشاعر والنفس. كتاب جميل قوي، كان بيتكلم في كميه مشاعر كتير. انا فكرت ان انا هاخد كميه المشاعر دي واعمل بيها محاضره او بعمل بيها دبلومه في الموضوع ده. احنا عندنا لازم نتقبل فكره المشاعر، وان لازم اسيطر على مشاعري دي، ما اسمح لهاش اللي هي تدمر لي حياتي. طب دي مشاعر الخوف، ما تدمرش حياتي. مشاعر الحزن برضه نفس الحكايه، انا هتحزن، كلنا بنحزن. هو دي طبيعه الحياه، ده طبيعه النفس البشريه. الحزن انك هتحزن على شيء راح منك، تزعل على فراق شخص معاك، حزن. ولكن الحزن ده ما يضغش عليك انك تقفل على نفسك وتقتل نفسك. زي ما قلت في البث المباشر اللي فات، اتمنى الناس اللي ما شافتهوش تشوف اول نقطة لما كنت بتكلم على فقدان احد الاحبة بالموت او بالفراق. احنا بنزعل، لكن ما نقفلش على نفسنا. مش لدرجة ان انت تهلك نفسك، انك تدمر نفسك، انك تلغي نفسك من الحياة لمجرد انك حزين. عشان اجي للشعور القلق والتوتر. طبيعي ممكن تقلق، طبيعي ممكن تتوتر، لكن لازم تسيطر على ده. اللي يقول لك يمنعك، ده انا هديك كورس همنعك من التوتر والقلق، اقول له حضرتك نصاب. لان التوتر شعور طبيعي جدا داخل كل كائن حي. حتى لو عندك الثقة، حتى لو انت واثق في نفسك الثقة الكاملة. ما هو الثقة الكاملة انك مش بتقتل نفسك يا جماعة. الواثق في نفسه، الشخصية الواثقة في نفسها مش بتقتل مشاعرها، هي بتحترم مشاعرها وبتعرف تتعامل مع مشاعرها. نقول تاني، معلش، حاضر، من عينيا. نقول تاني، الواثق في نفسه هو الشخص اللي بيحترم مشاعره وبيتعامل معاها وبيسيطر عليها. ده الشخص الواثق في نفسه. يعني اديكم مثال، يعني انا الحمد لله بفضل الله عندي الثقه بنفسي، واثق في نفسي، ومتعود على المحاضرات. بقالي سنين بدي محاضرات. كل ما ابتدي لازم اول يوم محاضره وانا داخل المحاضره لازم يكون في شويه قلق وتوتر. ما يا عم حسام، ده انت متعود، ده التدريب، ده بيتك، دي متعتك. دي متعتي وبيتي، بس لازم هيكون في شويه توتر بسيطر عليهم. لما دخول المحاضره وابتدي افرفش واضحك واهزر واتكلم، خلاص التوتر والقلق خلاص مش هستسلم ليه، مش هستسلم.
هو دي الواثق في نفسه انه بيتعامل معاه. انك ما تجيش تدمر نفسك وتيجي تقول لي اصل مش عارف مين واصل ايه واصل ايه واصل ايه. لا يا حبيبي، بالراحه وواحده واحده، براحه وواحده واحده. ما تسلمش نفسك لعواطفك. عشان اخش في نقطه تانية مهمه جدا 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 وخطيره. ايه هي؟ نقطه البحث عن الحب. اه، اوعى بقى يا باشا تخصصي البحث عن الحب. تعرفين يا جماعه، للاسف الشديد، للاسف اغلب الناس، وده اللي انا شفته بعيني وملاحظه وبتعامل معاه، ان احنا بنبحث عن الحب بره، ما بنبحث عنه جوه. احنا منتظرين الحب يجيلنا، مش منتظرين اللي احنا نحب نفسنا. انتوا متخيلين ده يا جماعه؟ احنا منتظرين ان حد يحبنا، مش ان احنا نحب نفسنا. روزا بتقول لي برافو، ربنا يبارك لك. احنا محتاجين ان احنا نحب نفسنا قبل ما نستنى الاخرين اللي هم يحبونا. انا احب نفسي. انتوا عارفين يا جماعه، من المشاكل الكبيره في فكره ان انا انتظر حب الاخرين، انا بتحول لخاضع ليهم. انتوا متخيلين ان انا اعيش؟ يعني انا عملت اكتر من بوست في الموضوع، بوستات كتير في الموضوع ده، وحتى فيديوهات كتير في الموضوع ده. الناس، في كميه ناس مش فاهمه الجزئيات دي. يا جماعه، انت لما بتنتظر من الاخرين، من شخص قدامك، ان هو يديك الحب وانت اصلا ما بتحبش نفسك، اولا غالبا انت مش هتحس بيه. ثانيا مش هيشبعك، العكس، ده انت هتبتدي انت عايز اكتر واكتر واكتر، انك تاخد 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 تاخد. حضرتك حاولت الاناني، انك عمال تاخد ما بتديش. دي النقطة التانية، اصبحت اسير. اصبحت اسير للشخص ده عشان يمن عليك بالعاطفة، يمن عليك بالحب، يمن عليك بانه يشفق عليك، ويمن ان انا اديك نظرة، اديك كلمة حلوة، اديك ابتسامة، اهتم بيك، ارد عليك، اتكلم معاك. حضرتك اصبحت اسير خاضع ليه. وده عمره ما كان حب، ولا فارق عن حب. ده اسمه فراغ عاطفي. ده اسمه انك بيتم عشان علاقة الشفقة، علاقة اضطراب نفسي من الاضطرابات. وفي ناس بتخش في علاقة الباد بوي عشان كده، او الباد جيرل. بتخش بقى عشان الجزئيات دي. ياه، الاندبندنت وومن، البنت الست القوية الواو الوحش، او الراجل السيء، الراجل الشبح اللي مش عارف ايه، اللي يشتم ويضرب والكلام ده كله. ليه؟ هي بتخش ده عشان عايزه تحس بالامان، عايزه تحس بالحب. فهو ده اللي هيديني ده، او هي دي اللي هتديني ده. وغالبا هي ما بياخدش ده مجرد وهم جواه لاشباع فكره غلط جواه. لما انا بخش ببقى ملهوف على العاطفه والعلاقات العاطفيه، واخش بكل تقلي في العلاقات العاطفيه. اللي بيحصل حضرتك بتعمل كوارث. من ضمن الكوارث انك ممكن تقع في شخص نرجسي. بسم الله الرحمن الرحيم كده، شخص نرجسي. بسم الله الرحمن والله، انك تلبس في شخص نرجسي، ويبقى انت كده المرحوم مات. لان الشخص النرجسي هيستنزفك استنزاف كلي، هيقتلك. ده شخص نرجسي. هتعمل ايه؟ اصبحت عبد ليه. يا اما تعيش طول عمرك عبد ليه، خلاص خاضع ليه، او انك تتحرر منه وتبتدي تشوف نفسك انت محتاج انت كمان تدي. هو هيديك بمزاجه، في الوقت اللي هو عايزه، بالطريقه اللي هو عايزها، مش باللي انت عايزه، بالطريقه بتاعتك انت، باسلوبك انت. فالشخص النرجسي انت بتقع فيها. او اشخاص مضطربين نفسيا، ودي مشكله كبيره. يعني كميه كبيره انت بتخش في علاقات غلط، وده خصوصا البنات. البنات لما بتخش في علاقات مع شباب، هي فاكره واو اللي هو كده حب حياتي عمري، ويبتدوا بقى زي الافلام والمسلسلات والتخيلات بتاعتهم. حبيبه قلبي، ده ما بيحصلش.
ده ما بيحصلش. ده هتلاقيه قضى معاكي فتره لذيذه لطيفه كده وتلاقيه متجوز واحده تانية. وده اللي بيحصل. ده من الواقع، انا بتكلم من الواقع، ما اتكلمش من مجرد وهم، انا بتكلم من واقع لناس فضلت ما العلاقه بينهم وصلت اكتر من 10 سنين وهو معلقين بعض ان هم يتجوزوا، وفي الاخر هو اتجوز وهي عماله تلطم لي وتعيط لي، او العكس، هو عمال يعيط يقول لي ده احنا واحنا وخططنا ومش عارف ايه، وهي ولقاها هي اللي راحت اتجوزت وعاشت حياتها. او انك تختار شخص إيه، انت بقى طبعا انت منتظر العاطفه فانت بتتعامل بعاطفتك، ده ملغي نهائي، ده ملغي. لما انت بتلغي عقلك ايه المشكله بقى؟ انت هتخش معاه حلو الكلام، بتحبوا بعض حلو جميل، الله عليكم انتوا الاتنين، الله على الرومانسيه، الله على الحب، الله الله الله. تعالوا انتوا الاتنين شيلوا انتوا الاتنين مسؤوليه، وريني هتعملوا ايه. من احسن من احسن الاوقات اللي بيظهر فيها المشاعر وقت تحمل المسؤوليه. لما الاتنين يتحملوا مسؤوليه بقى هنشوف بقى هل ده كان حب ولا مجرد وهم ولا مجرد كان اعجاب، ولا هتلاقي نفسك انك بتلبس في الحيط من تحملهم الاتنين المسؤوليه. الاتنين عملوا ايه؟ زي ما احنا بنقول طقشوا في بعض، او دخلوا بعض الصدام بينهم وبين بعض بقى. كل واحد فيهم هيقول للانا، لا ده انا كنت بفكر كذا، لا انت كنت بفكر كذا، ده انت كذا. الاتنين بقى ايه؟ يوصل للطلاق. وده اللي بيحصل في غالبيه يعني الجوازات. اغلب الجوازات اللي بتبني على علاقه عاطفيه قبل الجواز تلاقيهم دلوقتي في المحاكم بيطحنوا بعض في المحاكم. انا بتكلم بجد والله، بيطحنوا بعض في المحاكم. تلاقي علاقة أسطورية في الحب والهيام والغرام والكلام ده كله، هما بيتجوزوا بعد جوازهم بأسبوع بيتطلقوا، واللي شهر واللي اتنين والتلاتة ومش عارف ايه الكلام ده كله. فين بقى الحب اللي بينهم؟ مفيش. لأن المشاعر طالما شبعت خلاص بالسلامة، العقل بقى يبتدي يشتغل، وريني انت بتعمل ايه، غلطاتك ايه، عيوبك ايه. او تخش مع الشخص المسيطر سادي السيطرة، هجوم الراجل المسيطر، هجوم الراجل اللي عايز بقى ايه، شايف الست ملهاش الا زي ما بيتقال، والله الكلمه دي بتتقال، الست ملهاش الا المطبخ. وش كده، ايوه ملهاش الا المطبخ. فكل حياتها عايشه عشان المطبخ، كل حياتها عشان بطنك. ده انت مصيبتك سودة، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه العك اللي انتوا بتقولوه ده؟ والله بجد في ناس تقول لك الست ملهاش الا المطبخ، والراجل عشان انا مسؤول عنها فانا اللي هسجنها، يعيشها في سجن. ايه يا عم، في ايه يا عم؟ هي العلاقه مش نديه، ولا العلاقه سيطره راجل على ست ولا ست على راجل ولا الكلام ده كله. العلاقه بينهم موده ورحمه وحب، علاقه وئام. الاتنين كده. انا قررت ان انا اتشارك معاها، هي معايا، احنا الاتنين ناخد بايد بعض. انت في مجالك وانا في مجالي، انت ليكي دورك وانا ليا دوري، احنا الاتنين بنساعد بعض وبندعم بعض وبنكبر مع بعض، وهنا 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 وهنا. ده اللي بيولد الحياة الزوجية السعيدة. مش السيطرة، مش الأنا بتاعت الراجل. وريني انت بتعملي ايه على الموبايل، وريني انت بتكلمي مين، وتلاقي ما كانش حد، ويبتدي يتجسس عليها من وراها، مش عارف بيعمل ايه ولا بتعمل ايه، ويبتدي يراقبها، وخش هوس بقى ايه، الشك اللي بيدمر اي علاقة. دي مواضيع في تدمير الذات. دي موضوع انا لسه يعني انا قلت لكم انا النقط كتير، النقط في تدمير الذات. يعني انا هنا زي ما قلت اهو، ادي الورقه اهي تاني يا جماعه، دي الورقه اللي فيها اكتر من 27 نقطه وخطوه فيها، غير اللي انا قلتهم. يعني اللي انا قلتهم ده انا مضيفهم عليه. فانت لازم نفهم الكلام ده، لازم نتعامل مع نفسنا صح، لازم نتعامل مع مشاعرنا صح، لازم نفهم طبيعة تفكيرنا عاملة ازاي، حياتنا ماشية ازاي. لازم تفهم نفسك وتفهم مشاعرك وتفهم ان مفيش حاجة اسمها حب قبل جواز، انك تهتم بنفسك اكتر، اهتم بمشاعرك اكتر، ما تقتلش نفسك، ما تدمرش نفسك، والا حياتك هتتلغي تماما. هتلاقي نفسك انك ضايع في الحياة، و مرض العصر تخش في كتاب تنتحر. هي دي المشكلة يا جماعة. عيشوا حياتكم بجد،
يا جماعة بطلوا تدمروا نفسكم. خليني ده افضل دايما اقولها واقولها واقولها. بطلوا تدمروا نفسكم، بطلوا تلغوا حياتكم وتلغوا شخصيتكم. اتعلموا 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 قبل فوات الاوان. بكده خلصت معاكم البث. ما تنسوش رايكم في التعليق ايه، ومنتظر دعمكم ليا لقناتي على اليوتيوب. بقيت 510 فيديو بفضل من الله. محتاج دعمكم بيها عندي على القناه. اشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات. رايكم في التعليقات في كل فيديو انتوا بتشوفوه مع اللايك والشير، وانشروها بين الناس لعل توصل لناس محتاجه الكلام ده، محتاجه انها تسمعه، ومحتاجه ان هي تفوق قبل فوات الاوان. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.